السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلنا مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة أقولكم طيبة. النهاردة هشارك معاكم وصفة بجد تحفة تحفة تحفة. أنا عن نفسي أول مرة أعملها. أنا عملت كنافة بالكريمة والمانجا، عملت كنافة بالبستاشيو، عملنا كنافة بالكراميل، كنافة بالشوكولاتة، صواني كنافة كتير، كب كيك، كنافة بالايس كريم. عملت اشكال والوان، بس بجد اول مرة اعمل كنافة بالكاسترد. تمام، وعملتها وكان عندي بالصدفة مكسرات مجروشة، فطعم السوداني المجروش مع الكاستر خطير خطير خطير. انصحك لو انتي ما عندكيش مكسرات خالص، حاولي تجيبي سوداني وتجروشيه وحطيه مع الكاستر، بجد طعمه تحفة 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 في حتة تانية خالص. تعالوا مع بعض نشوف الوصفة عبارة عن ايه. طبعا اي باكت من الكاسترد، او مثلا لو هي علبة كاسترد، بيكون عليها المقادير لكل كوباية مثلا لبن، عليها قد ايه من بودرة الكاستر، وعليها قد ايه سكر. تمام، فهم حبيت ان انا اختصر عليكم وما شاركتش معاكم الخطوات دي. وعملت الكاستر انا مع نفسي. اول ما بيتقل على النار كده وقوام بيبقى زي ما انتم شايفينه كده، خلاص بنطفي وبنسيبه. تمام تمام تمام. خلصنا بقى على كده. عندي بقى كنافة عادي، فكانت في الفريزر، طلعت منها حبة وشوحتهم على النار كده، ان انا فرولتهم يعني بايدي. وبدأت بقى ان انا احمص فيهم بمعلقة سمنة، رايح جاي رايح جاي لحد ما خدوا اللون الذهبي الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه معاكم ده. تمام تمام. بعد كده هتجيبي بقى كاسات زي كده، او اطباق، او اللي هي اطباق الخشاف. اي حاجة عندك، يعني مش شرط تكوني حاجمة نفسك بحاجة معينة وما عندكيش الحاجة دي فمش هعملها. لا، اي حاجة متاح. انا شاكة معاكم ان انت ممكن تعمليها في كاس، اصلا كاس اللي بتشربي بيه عصير ممكن تعمليها في كاس، بيبقى شكلها تحفة كمان. المهم البودرة جاهزة، بودرة الكاستر او اللي هو بودنج الكاستر جاهز معايا، وكمان الكنافة جاهزة معايا. ما عنديش حاجة تاني غير ان انا اجيب شوية المكسرات وابتدي بقى ان انا اطبق الخطوات على بعض. هتحطي مثلا كنافة الاول، كاستر الاول، مش فارقة، بس المهم ان هي طبقة كاسترد وطبقة كنافة. بعد ما تحطي الكاسترد، حطي شوية من المكسرات او شوية من السوداني، وبعد كده ابدأي حطي كنافة، وبعد كده حطي الكاسترد، وبعد كده حطي ال المكسرات او السوداني. تمام تمام. طيب اللي تيجي هنا تقول لي طب انتي ما شربتيش الكنافه بعسل ولا حاجه عشان تبقى طريه معاكي؟ لا، ما شربتهاش باي حاجه. ليه؟ لان الكاستر عندي سخن، وكده كده اصلا هو مسكر، وانا بحط رق من الكنافه بسيط جدا زي ما انتوا شايفين كده، مش كتير. فبالتالي هو بيشرب بقى من البودنج بتاع الكاسترد. وبصراحه طعمها كان جميل جدا جدا جدا، فانصحكم ان انتوا تجربوها. بجد وصفه سهله سريعه، ما بتاخدش اي وقت، وممكن تقدميها مش شرط تكون ساقعه، لا تقدميها كمان وهي سخنه او دافيه، بجد طعمها حلو، يعني تنفع معانا في صيف وشتاء. فبجد كان طعمها حلو، شكلها خطير جدا. عايزه اقولك بقى، بصوا ايه رايكم بقى في الحلاوه؟ ده كاس تشربي بيه عصير عادي، وممكن تقدميها بالطريقه دي. فهي شغاله معاكي لو جالك ضيف ولا حاجه، فتعمليها بسرعه. بس فده وصفه النهارده، يا رب تنال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم، باي باي.